القديمة. النهاردة هناخد مقدمة أو مدخل عن اللغة المصرية القديمة. هناخد عن اللغة، خطوط اللغة، إزاي تم فك رموز اللغة، وإزاي بدأنا نعرف الحروف بتاعتها، منطقها الصوتي ودلالاتها الصوتية إيه بالظبط. أول حاجة لازم نعرف الفرق ما بين كلمة لغة وبين كلمة خط. الفرق ما بين كلمة لغة والفرق ما بين كلمة خط. اللغة لها شقين. اللغة لها شقين. الشق الأول إن هي خط مكتوب. تاني شق من شق اللغة إن هي منطوقة. يبقى اللغة لها شقين، إن هي بتكتب وتنطق. أما الخط هو عبارة عن شق واحد بس من اللغة. يبقى كده اللغة عبارة عن خط يكتب وتنطق في نفس الوقت. أما الخط فهو جزء من اللغة. لذلك عندنا تعريف مهم لازم نعرفه، إن اللغة بتاعتنا ما اسمهاش اللغة الهيروغليفية، ولكن اسمها اللغة المصرية القديمة. واللغة المصرية القديمة دي اتكتبت بأكتر من خط. ليه اتكتبت بأكتر من خط؟ أكيد في ظروف دعت ظهور كل خط من الخطوط دي. تعالوا نتعرف الأول على اللغة المصرية القديمة، أنواع خطوطها، وكل خط ليه ظهر، وإزاي تم استخدام الخط ده. اللغة المصرية القديمة هي لغة واحدة لكن كتبت بأكتر من خط. طيب ليه بنكتب اللغة بأكتر من خط؟ هنضرب مثل بسيط على اللغة العربية. زي مثلا لما أكتب اسمي علي، كتبت اسمي باللغة العربية علي، وكتبته مرة تانية علي. شكل الخط مختلف لكن اللغة واحدة، هي لغة عربية، لكن الأولى بخط الثلث، الثانية بالخط الديواني. يبقى هنا اللغة حاجة والخط حاجة تانية. تمام؟ طيب معنى كده إن أنا ممكن يبقى عندي لغة واحدة لكن مكتوبة بأكتر من خط واحد، زي اللغة المصرية القديمة بالظبط. هي لغة واحدة اتكتبت بأكتر من خط. أكيد في ظروف كتير بتستدعي كتابة اللغة بأكتر من خط، زي مثلا اللغة العربية برضو بداية كتابتها كانت بالخط الكوفي، وكان خط كوفي غير منقوط، يعني مفيش على الحروف نقط. لكن الأمر ده كان صعب لأن الخط الكوفي صعب جدا في كتابته، في نفس الوقت غير منقوط. الناس الغير العرب اللي دخلوا الإسلام مش هيعرفوا يقروا بيه أو يعرفوا يكتبوه، زائد إن هو خط صعب في رسمه، فبدأ يستخدموه ويستبدلوا خطوط جديدة للغة العربية، زي الخط الديواني والخط الثلث والخط النسخ والرقعة وغيره كتير من الخطوط بتاعت اللغة العربية. زيها زي اللغة المصرية القديمة بالظبط. كانت لغة أول خط كتبت به اللغة المصرية القديمة هو الخط الهيروغليفي. يبقى اللغة المصرية القديمة عبارة عن لغة واحدة اتكتبت بأكتر من خط. أول خط هو الخط الهيروغليفي. كلمة هيروغليفي ما هياش مصرية قديمة، يعني مش الأجداد المصريين هم اللي أطلقوا على اللغة بتاعتهم هيروغليفية ولا هيراتيقية ولا ديموطيقية ولا أي من المسميات دي، ولكن الأغريق اللي كانوا بيجوا مصر هم اللي سموا الخط بالخط الهيروغليفي. طيب المصريين القدماء الفراعنة كانوا بيسموا لغتهم إيه؟ كانوا بيطلقوا على اللغة المصرية القديمة مسميين. المسمى الأول را إن كيمنت بمعنى فم مصر أو لسان المصريين. التسمية الثانية أو الاسم الثاني اللي كانوا بيطلقوه على لغتهم هو كلمة نثر ميدو. نثر بمعنى إله، وميدو بمعنى كلام الآلهة، كلام الآلهة أو كلام المقدس. أما المسميات الهيروغليفية والهيراتيقية وغيرها فهي كلها مسميات إغريقية. اليونانيين الإغريق هم اللي أطلقوا على الخطوط بتاعتنا المسميات دي، مش المصري القديم اللي سماها كده. طيب يعني إيه كلمة هيروغليفي؟ كلمة هيروغليفي متكونة من إيه؟ من مقطعين. كلمة هيروس بمعنى مقدس في اللغة اليونانية، كلمة هيروس بمعنى مقدس، وكلمة جليفوس بمعنى خط. يبقى هيروس جليفوس الخط المقدس. سموا أول خط من الخطوط بتاعت اللغة المصرية القديمة واللي احنا هنتعلمه
الخط المقدس الهيروغليفي، هيروس جليفوس، خط مقدس. تمام. والخط ده سموه الخط المقدس عشان كان بيكتب بيه على جدران المعابد والمقابر النصوص الدينية عند المصري القديم. كانت عبارة عن نحت على جدران المعابد والمقابر وكلها كانت نصوص دينية. لكن ازاي كان بيتم النحت والكتابة؟ النحت والكتابة كان بيتم كالآتي. في البداية المصري القديم كان بيجيب الجدارية اللي عايز يكتب عليها ويبدأ ينعمها علشان خاطر يجهزها للنحت. فيما بعد ما بيتم تجهيزها بيتم تقسيمها لخطوط طولية وخطوط عرضية هكذا. بعد كده بتيجي المرحلة الثانية، يجي فنان من الفنانين اللي بيعرفوا يرسموا الأشكال الهيروغليفية واللي هي الأشكال اللي مأخوذة كلها من الطبيعة، يبدأ يرسم باللون الأسود الأشكال أو كل رسمة أو كل كلمة في مربع قائم بذاته، كل رسمة أو كل كلمة في مربع لوحدها. وفيما بعد يجي فنان أكثر براعة يبدأ يصحح الأشكال والرسومات بتاعت الفنان اللي رسم الأول، بحيث إن الرسمة تكون نسبها مش متساوية أو فيها بعض الأخطاء، يبدأ يصححها. فيما بعد تيجي المرحلة اللي بعد كده إن هي مرحلة نحت العلامات اللي تم رسمها. فيما بعد يبدأ يمحو الخطوط الطولية والعرضية بالشكل ده. فكانت عملية مجهدة جدا، كانت عملية مجهدة جدا لاستخدام الخط الهيروغليفي. كده ليه؟ إن ممكن نجيب جدارية بالشكل ده يبدأ تنسيقها ورسمها ونحتها، ونجي في آخر الجزئية منها خبطة زيادة على الحجر يتم شرخه أو يحصل فيه كسر، فبيتم إن هم بيستغنوا عن الحجر كله ويبدأوا الكتابة والعمل من الأول. فلذلك المصري القديم لقى إن استخدام الخط الهيروغليفي لوحده بس مش كافي إن هو يكتب بيه كل النصوص اللي هو عايز يكتبها على جدران المعابد والمقابر. فبدأ يفكر في إن هو يسهل على نفسه الطريقة بحاجتين. بدل ما يستخدم الحجر يستخدم بداله البردي، بدل ما يستخدم الحجر وينقش عليه يستخدم بداله البردي. وبدال ما يكتب العلامة الهيروغليفية بشكلها الكامل في الطبيعة يختصرها، يختصر شكل العلامة. زي مثلا لما اجي ارسم حرف الميم بالشكل ده بومة، علشان خاطر اقعد ارسم العلامة بالشكل ده ويبقى يتم تصحيحها وبعد كده يتم نحتها هتاخد مني وقت كبير جدا. لكن لو بدأت اختصر العلامة دي اكتبها بشكل ان انا ابين الجهاز الرئيسي بتاعها الخارجي، ومش مهم التفاصيل الدقيقة اللي بتاعة الحيوان او الطير او الجزء اللي انا هرسمه من الحرف، مش مشكلة. فبدأ يطلع لنا خط جديد اسهل واسرع في الكتابة، وهو الخط اللي سماه الإغريق الخط الهيراتيقي. المصري القديم عشان ينجز بسرعة عمل خط جديد أكثر اختصارا وسهولة، كتبوا على البردي بدال ما يكتبوا على الحجر، وسماه الإغريق الخط الهيراتيقي. وهو برضو خط برضو مقدس لأنه بيكتب برضو بالنصوص الدينية، لكن استبدلوا الحجر بالبردي. تمام؟ كل من الخطين الهيروغليفي والهيراتيقي بيتم استخدامهم لكتابة النصوص الدينية. طيب بالنسبة للمعاملات اليومية من بيع وشراء وغيره عند المصريين في حياتهم اليومية، حياتهم العامة، هيستخدموا أنهي خط علشان يكتبوا بيه عقود للبيع والشراء؟ مش معقول هيستخدموا الخط الهيروغليفي ولا الهيراتيقي لأنهم بيتكلفوا مساحات كبيرة يا إما من الحجر يا إما من البردي، زائد إنهم بياخدوا وقت، ولازم فنان بارع اللي يكتب بيهم عشان يقدر يرسم الحروف كويس. فبدأوا يختصروا الخط أكتر وأكتر، وطلع الخط الديموطيقي. طلعوا خط جديد للمعاملات اليومية من بيع وشراء وسجلات وعقارات وعقود وغيره، وأطلق عليه الإغريق الخط الديموطيقي. وكلمة ديموطيقي معناها خط الشعب، جاية من كلمة ديموس بمعنى شعب، ديموس بمعنى شعب، كلمة يونانية بمعنى شعب. الخط الشعبي، الخط اللي الشعب بيستخدمه. ده بالنسبة لخطوط اللغة المصرية القديمة. يبقى هي لغة واحدة، لكن الظروف استدعت ان هم يكتبوها بثلاث خطوط. كان الخط الاول الهيروغليفي وعلى الحجر، من صعوبة استخدامه استبدلوه
بالخط الهيراتيقي وخلوه يتكتب على البردي، وبعد كده علشان المعاملات اليومية طلعوا الخط الثالث الديموطيقي. فيما بعد فترة البطالمة بدأ يطلع لنا خط جديد وهو الخط القبطي، وده في موضوعه وقت ما نحتاجه هنبدأ نشرحه. طيب دي بالنسبة للخطوط. ازاي بقى جات قصة فك رموز حجر رشيد، وازاي عرفنا ان الحروف دي بتنطق كذا والدلالات بتاعتها الصوتية ايه بالظبط، وازاي عرفنا ان القراية دي بتقرأ كذا ومعنى الكلمة كذا، على الرغم من ان الفراعنة المصريين القدماء لا حد شافهم ولا حد سمعهم ولا حد اعطوا قراءاتهم دي لحد. فازاي تم فك رموز حجر رشيد؟ قصة التعرف على اللغة المصرية القديمة وحروفها. قبل شامبليون والدراسات العلمية الدقيقة الأوروبية ما تيجي للغة المصرية القديمة بتاعتنا، كان في بعض المحاولات على يد علماء عرب مسلمين وغير مسلمين محاولة التوصل لبعض النطق بتاع الحروف المصرية القديمة، وكان أشهرهم ابن وحشي النبطي، عمل كتاب اسمه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام، وكان عرض في كتابه أكثر من خط من خطوط اللغات القديمة من ضمنها الخط الهيروغليفي، وكتير جدا من غير ابن وحشي النبطي وقدروا يتوصلوا لبعض نطق العلامات وعرفوا إن في حاجة اسمها المخصصات وغيره، لكن كانوا كلها دراسات بسيطة قليلة جدا. أما بالنسبة للدراسات المتخصصة العلمية الدقيقة فبدأت على يد توماس أكريبال وتوماس يانغ. توماس أكريبال وتوماس يانغ. بدأت إزاي ومنين وفين؟ قصة حجر رشيد. حجر رشيد ده عبارة عن قطع حجرية لقيناها في مدينة رشيد إحدى المدن المصرية أثناء تجديد إحدى القلاع للدفاع عن الإسكندرية وسواحلها أيام الحملة الفرنسية، لأنهم كانوا بيأمنوا الحدود الشمالية لمصر علشان خاطر الأسطول البريطاني بقيادة القائد ويلسون كان بيحاصر السواحل المصرية. فالحملة الفرنسية كانت بتعمل تجديدات لأحد القلاع في رشيد، فلقوا الحجر ده أثناء التجديدات والحفر. طيب إيه اللي حصل؟ بدأت الجريدة الفرنسية تنشر خبر إن تم العثور على قطع أثرية مكتوب عليها بخط من الخطوط واللغات القديمة، فاللي يكون ليه سابق معرفة باللغة دي يبدأ يحاول إن هو يفك اللغة دي ويعرفنا عليها. الخط بدأ من هنا توماس يانغ وتوماس أكريبال وغيرهم قبل شامبليون في كل واحد إن ياخد محاولته في محاولة الترجمة. الحجر ده كان نظامه إيه؟ الحجر ده كان مكتوب عليه بلغتين، واحنا عرفنا الفرق ما بين اللغة والخط. الحجر ده كان مكتوب عليه باللغة المصرية القديمة، وكان مكتوب عليه باللغة اليونانية. كان مكتوب عليه باللغة المصرية القديمة واللغة اليونانية، نص مكتوب عليه بلغتين. بما ان اللغة اليونانية القديمة كانت لغة مش ميتة واهلها ما زالوا عايشين وبيتحدثوا باللغة اليونانية القديمة واللغة اليونانية الحديثة، فكان من الطبيعي ان العلماء قبل ما يتعرضوا للخط بتاع اللغة القديمة اللغة المصرية القديمة يشوفوا الاول قصة الحجر وايه اللي مكتوب عليه باللغة اللي يعرفوها وهي اللغة اليونانية. فبدأت من هنا قصة ترجمة. ترجموا النص ده لقوه انه عبارة عن رسالة شكر موجهة للملك بطلميوس الخامس أحد ملوك البطالمة من كهنة الإله بتاح في مدينة منف، علشان هو أعفاهم من الضرائب وأوقف الأوقاف وأعطى كثير جدا للآلهة والمعابد والكهنة في سنة من السنين، فهم عرفانا منهم بالجميل فبدأوا يكتبوا له رسالة الشكر أو التذكار ده على الحجر. وبما ان البطالمة اصلهم يونانيين جايين من مقدونيا مع الاسكندر الاكبر لما فتح مصر وكلنا عارفين الموضوع ده، فكانت اللغة الرسمية في عهد البطالمة هي اللغة اليونانية لغة الحاكم، عشان كده كتبوها باللغة الرسمية في الوقت ده لغة الحاكم.
وبما ان اللغه الرساله دي او رساله الشكر دي موجهه من الكهنه باسم الالهه الى الحاكم اليوناني، فطبيعي ان هم يكتبوها باللغه المصريه القديمه بالخط المقدس بتاع الالهه. يبقى اللغه المصريه قديمه بخطها الهيروغليفي. لغه مصريه قديمه بخطها الهيروغليفي. تمام. وبما ان رساله الشكر دي كمان موجهه باسم الشعب المصري كله، علشان خاطر الملك ده اوقف الهبات على معابد الهتهم، فلذلك كتبوا النص ده برضو باللغه المصريه القديمه لكن بالخط الشعبي، فكتبوها بالخط الديموطيقي. يبقى احنا كده قدام حجر رشيد مكتوب بلغتين اتنين، لغه مصريه قديمه بخطين من خطوطها، الخط الهيروغليفي المقدس وخط الشعب، لان الرساله بتاعت الشكر موجهه باسم الالهه وباسم الشعب. ومكتوبه باللغه الثانيه اللغه اليونانيه لان دي لغه الملك الحاكم بطلميوس الخامس. قصه الحجر زي ما احنا شفنا ان هي رساله شكر. فالموضوع جه كالتالي: ان تعرف العلماء من توماس يانج وتوماس اكريبال ومن بعدهم لحد شامبليون بداوا الاول يتعرفوا على ايه؟ قالوا ان احنا لاحظنا حاجه، لاحظوا ان اسماء الملك بطلميوس اتكررت اكتر من مره في اللغه في النص اللي بالخط اليوناني، بنفس عدد المرات اللي اتكررت بيها اسم بطلميوس في الخط الهيروغليفي. وليكن مثلا على سبيل المثال ان احنا لقينا في النص اليوناني اسم الملك بطلميوس اتكرر 6 مرات. تمام؟ فلقينا في الخط الهيروغليفي 6 علامات شكلها كده، 6 علامات شكلها بالشكل ده، وجوه العلامات دي نفس الحروف اللي جوه بعضها. يعني نفس عدد ذكر اسم الملك بطلميوس في النص اليوناني هو نفس العدد اللي اتكررت بيه شكل العلامه دي بالحروف اللي جواها في الخط الهيروغليفي. ومن هنا بدات رحله التعرف على الحروف الاوليه او العلامات الاوليه للغه المصريه القديمه. ازاي؟ جت الحكايه كالتالي: العلماء راحوا اخذوا اسم بطلميوس من الخط اليوناني، من اللغه اليونانيه، ودي لغه معروفه، ما كتبوه كده بطوليميس بالخط اليوناني. تمام؟ وراحوا جابوا خرطوشه من الخراطيش او علامه من العلامات اللي هي متكرره برضو 6 مرات زي المثال اللي احنا ضربناه، وجابوا علامه من دي وحطوا العلامات اللي جواها جنب بعضها، فطلعت بالشكل ده. تمام؟ واستندوا على قاعده بسيطه جدا بديهيه ما بيختلفش عليها 2، وهي ان اسماء الاعلام الاشخاص يعني ما بتتغيرش من لغه للغه غير في شكل الحرف وبس. يعني انا اسم علي في اللغه العربيه علي، في الانجليزي هبقى محمود؟ لا، هبقى علي برضه. النطق واحد. طب ايه اللي هيتغير؟ شكل حروف اسمي، واقول عليها بطليميس، ده اسم شخص ملك، فطبيعي ان الكلمه دي هتتنطق بطليميس برضه لكن بحروف مختلفه لان اللغه لغه مختلفه. فايه اللي حصل؟ جابوا الاسمين بالشكل ده وبداوا يوصلوا الحروف ببعضها عشان يشوفوا كل علامه من دول بتقابل انهي نطق في الحروف اليونانيه. فبداوا يوصلوا العلامات بالشكل ده وقدروا يتوصلوا الى العلامات الاوليه في اللغه المصريه القديمه. طيب عايزين يتاكدوا ان هم فكرتهم دي صحيحه، فبداوا يعملوا ايه؟ جابوا اسم الملكه كليوباترا باللغه اليونانيه، وجابوا برضو خرطوشه فيها اسمها بالفرعوني، وبداوا يوصلوا الحروف ببعضها. طب اشمعنى اسم الملكه كليوباترا؟ لان باين كلمه بطلميوس وكليوباترا ما بين الاسمين في هنا حروف مشتركه كتير، زي حرف الب، زي حرف اللام، زي حرف الواو، وهكذا. فاذا تطابقت نفس الحروف دي
وأشارت في كلمة كليوباترا على نفس الحروف الهيروغليفية اللي بتشير ليها نفس الحروف المشتركة في بطليموس، يبقى إذن هم ماشيين ماشي بطريقة صحيحة. وبدأوا يتوصلوا للحروف الهيروغليفية عن طريق قاعدة أسماء الأعلام ما بتتبدلش ما بتتغيرش النطق بتاعها، ولكن اللي بيتغير شكل الحرف ورسمته فقط. ومن هنا بدأت اللغة المصرية القديمة تاخد المسار بتاعها، وكل عالم آثار يجي يضيف للي قبله إضافات جديدة لحد ما توصلنا للحروف واللغة والجمل والجرامر بتاعها بشكل كامل. ويبقى لينا نشوف بقى الحروف الأولية بتاعت اللغة المصرية القديمة بتترسم ازاي، نطقها عشان نبدأ نكون جمل مصرية قديمة. دي كانت أول محاضرة لينا، وكانت عن خطوط اللغة المصرية القديمة وقصة فك رموز حجر رشيد وجهود العلماء في التوصل للعلامات الأولية للخط الهيروغليفي، وازاي فكوا رموز الحجر. ان شاء الله المحاضرة الجاية هتكون عن العلامات الهيروغليفية او ما نعرفه بالحروف الهيروغليفية او الابجدية الهيروغليفية، ازاي نرسم كل حرف بمنتهى السهولة، ايه هي اصعب الحروف، طريقة رسمها بخط اليد. ان شاء الله تابعونا كل اسبوع في محاضرة جديدة في كورس اللغة المصرية القديمة. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب او مشاركة اشتراك للقناة بتاعتنا، واعمل لايك وشير لكل اصحابك عشان تعم الفايدة على الجميع. نشوفكم على خير ان شاء الله.